السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم انترفاس. واليوم غادي نتطرقوا للمشروع الاول ديال CS50X 2026 وشنو هو المشروع، شنو مطلوب منا وبزاف ديال المسائل. اذا في المشروع اللي انا خدمت عليه هو هذا، عبارة عن واحد جوج ديال السيارات كيتسابقوا بيناتهم. هنا كما كتلاحظوا السيارة الأولى عطيتها الأمر ديال التحرك دبليو باش تزيد لقدام، و دي باش تدور على اليسار، و أ باش تدور على اليمين، و إس باش ترجع للور. وحطيت الشرط أنه إذا قاست اللون الأحمر ترجع لنقطة البداية. حطيت الإحداثيات ديال النقطة ديال البداية. أما بالنسبة للسيارة الثانية غادي تلاحظوا أنني قمت بإعطاء الأمر ديال التحرك ديالها بأزرار ديال العلامات ديال الاسهم اللي كيكونوا في الكيبورد. هنا كما كتلاحظوا السهم ديال الاعلى كيدل باش ان السياره غادي تزيد لقدام، السهم ديال الاسفل كيدوز ان السياره غترجع للور، السهم ديال اليمين غادي تدور على اليمين، والسهم ديال اليسار غادي تدور على اليسار. وايضا اذا قصت اللون الاحمر كترجع الاحداثيات والنقطه ديال البدايه. هنا كما كتلاحظوا هذه الواجهه انا قمت بانشاء ديالها في هذا البرنامج ديال سكراتش نيت، ويمكن لكم ايضا انكم تقوموا بتحميل اي واجهه كيف ما بغيتوا. هانتوما كما كتشوفوا السياره انا غادي تبقى غدا هنايا هي كتدور كتبقى غدا كما كتلاحظوا. هنايا غادي نحاول انني نوريكم انه فاش كتقيس اللون الاحمر، هنا كنتوما كما كتشوفوا اين فوق كتقيس اللون الاحمر كترجع مباشره للنقطه ديال البدايه ديالها. عاوتاني هنايا غادي تدور عاوتاني. المهم انا حاولت انني نخلي هاد اللعبه هادي شويه صعيبه باش تنال الاعجاب ديال المصححين، حيت الاي اي هو اللي غادي يقوم بالتصحيح ديال هاد المشروع ديالي. وهنا كما كتشوفوا هاد السياره الزرقاء، هنا كان عندي واحد المشكله انني كانت عندي الكيبورد بالعربيه، خصني نحولها للغه الانجليزيه. هنا كما كتشوفوا دبليو كتزيد لقدام، اس كترجع للور، و دي كتبقى تدور. نتوما هنا كما كتشوفوا اين فوق كتقيس اللون الاحمر عاوتاني كترجع كيف ما كانت. ويمكن لكم انكم تسابقوا، يعني يمشيو جوج ديال السيارات مع بعضياتهم بشكل عادي. اين فوق كيقيسوا اللون الاحمر كيرجعوا كترجع اللي قاست اللون الاحمر هي اللي كترجع للور. هانتوما كما كتشوفوا كنحاول ان هذا الكود هذا يكون باين قدامكم، وغادي نخلي لكم واحد الافكار ديال المشاريع في صندوق الوصف اللي بغيتو تخدموا عليها. ومن بعد غادي ندوزو دابا للطريقه كيفاش اننا نقوموا بمشاركه هذا المشروع هذا على الموقع ديال CS50. اذا هنا كما كتلاحظوا هاد الصفحه هذه اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها ايضا في صندوق الوصف. هنايا البروبليم سيت زيرو، خصو يكون عندكم جوجل كروم اخر اصدار، هذه ضروريه هذه. ومن بعد فاش كتاكدوا بلي راه جوجل كروم عندكم في اخر اصدار كتمشيو لستارتينغ فروم سكراتش، كتكيو على ستارتينغ فروم سكراتش. تسناو هاد الصفحه هذه بين ما تقوم بالتحميل. وهنا كما كتشوفوا ستارتينغ فروم سكراتش كتطلع لكم هاد الصفحه هذه هي مجموعه الاوامر اللي خص يكونوا في المشروع ديالك. وهنا كيعطيوك واحد المثال يعني المشاريع اللي بغيتي تخدم عليهم. وهنايا ستيب 1 عندكم جوج ديال الخطوات غادي ننتقلوا من خطوه لخطوه. اذا الخطوه الاولى هو اننا كنقوموا بمشاركه واحد بحال واحد الاستطلاع ديال الراي. كما كتشوفوا هنايا كتعطيو السماح بالوصول للايميل ديالكم والاسم ديالكم والايدكس يوزر نيم. هنا كما كتلاحظوا كنتكيو على اي اندرستاند يعني انا موافق. ومن بعد واتس يور جيت هاب يوزر نيم، خصكم ضروري ديروا هنايا اليوزر نيم ديال جيت هاب. انا مازال ما درتش اليوزر نيم ديال جيت هاب، مازال ما عنديش الحساب ديال جيت هاب، فاذا غادي نمشي مباشره باش نقوم بانشاء حساب جيت هاب. انا كما كتلاحظوا كنتكيو على جيت هاب، كنديروا سيني اب، كنديروا كريات ان اكاونت. فمن بعد هنا كتعمروا الايميل ديالكم، الباسورد حروف كبار حروف صغار رموز وارقام ضروريه هذه. واليوزر نيم هذا هو اللي غادي نمشيو باش نحطوه في الصفحه ديال حل المشكل. والدوله خلاص كتقوم بالتحميل. الدوله كتطلع لكم مباشره من فوق كتدخلوا للسيت كتطلع لكم الدوله. وكنديروا ريسيف باش نبقاو يوصلوا الميساجات في الايميل ديالنا. هنا كنديروا السيف للمعلومات ديال تسجيل الدخول. من بعد كنتسناو الاكونت ديالنا غادي يوصلنا واحد الكود في الجيميل. هاد العمليه اللي كتاخذ شويه ديال الوقت، ولكن خصكم غير تصبروا واحد شويه والعمليه كدوز بسلاسه. اذا هنا كما كتشوفوا طلبوا مني الكود اللي غادي يوصل في الجيميل. غادي ننتقل مباشره، غادي نفتح واحد الصفحه جديده وغادي ندخل الجيميل.
اذا هنايا انا اول مره غادي نفتح الجيميل في الحاسوب، فخصني ضروري الفيريفيكيشن ديال المعلومات ديالي. غادي نشوف نحاول انه واش يدخل ولا لا، نشوف من جديد واش غادي يحاول شنو سميتو، واش الايميل غادي يحاول يدخل لي غير من الحاسوب ولا لا. اذا فرضيت انني نمشي نشوف التليفون هو اللي غادي يوصلني فيه الكود. بقاو معايا واحد شويه. اذا فدابا من بعد ما فتحت الهاتف ديالي لقيت الايميل اللي وصلني من عند جيت هاب. هنايا كتبت الكود اللي وصلني في الايميل وغادي نتكي على كونتينيو. اذا انا كما كتشوفوا لاكونت ديالنا راه تفتح، ومن بعد كنديروا تسجيل الدخول مباشره. حيت انا اصلا ديجا درت حفظ المعلومات كيف ما سبقكم شفتوا في الفيديو. فهنايا كنتكيو على ديك الصوره اللي الفوق، وهنايا كيطلع لنا اليوزر نيم ديالنا اللي كتبناه وراه قلت لكم فاش كنا كنكتبوا. اذا داك اليوزر نيم كنديروا له كوبي وكنجيو كنحطوه هنايا، وهنايا كنحطوا المدينه او الدوله ديالكم، الاحسن انها تكون باللغه الانجليزيه. وهنايا لتحت سنه الميلاد. ما قلت لكم هاد المعلومات هادو كاملين خصهم يكونوا صحاح باش ما تطيحوش في حتى شي مشكل. وهنايا في السؤال اللي لتحت هو شحال المدى ديال، يعني كيفاش كتجيك المعامله ديالك مع الحاسوب، واش سهله واش صعيبه واش. المهم من الاحسن انكم ديروا الخيار الاوسط. وهنايا شحال عندك ديال الاكسبيريونس في البرمجه، هنايا كدير لا. ومن بعد هنايا شحال ديال الكورسات اللي خديتي في البرمجه. انا خديت واحد، راه درت سيليكسيونيت واحد. ومن بعد كتجيو تما لتحت باش غادي ديروا شرح للمشروع ديالكم. انا كما كتشوفوا هنايا شرحت المشروع ديالي في واحد الملف ديال التكست. غادي نجي غادي نقوم بنسخ هاد الشرح ديال هاد الملف، غندير له كوبي وغادي نجي غادي نلصقو هنايا. كما كتشوفوا ضروري انكم تقوموا بشرح المشروع ديالكم بالضبط. من بعد كدير هنا كتختار واش الاسم ديالك ماشي مشكل انه يظهر مع الجامعه ولا لا. ومن بعد يس المهم جميع هاد الخيارات كتقوموا بالموافقه عليه. من بعد كما كتشوفوا الخطوه الاولى ساليناها. من بعد غادي ندوزو لكيفاش اننا اولا باش نتسجلوا في CS50X. هنا غادي نتكيو على الموقع الاول، وهنا غادي نديرو الربط باش سميتو بحساب جيت هاب. هنا غادي نتسناو واحد شويه، غادي نديرو اي اندرستاند وغادي نديرو جوان كورس. يعني داك تسجيل الدخول اللي قمنا فيه في الاول هذاك مجرد باش تحضر انك الدروس، اما دابا باش تسرد حل المسائل خصك عاوتاني تعاود تسجيل الدخول بالحساب ديال جيت هاب. هنا غادي نتسنى واحد شويه، الانترنت شويه ضعيفه. هنايا نو سابميسيون. اذا غادي نرجعوا ثاني لهاد الصفحه هذه وغادي نمشيو للخطوه الثالثه باش غادي نقوموا برفع الملف ديالنا. هنا غادي ديروا شوز فايل، غادي يفتح قدامكم الصفحه ديال الملفات اللي كاينه في الحاسوب ديالكم، وغادي تقوموا بالبحث على الملف ديالكم اللي فيه المشروع ديالكم. والملف ديما غادي يكون بواحد الصيغه ديال نقطه sb3. هنا شويه الحاسوب بدا كيتقال لي واحد شويه، الحقيقه نتوما كما كتشوفوا هي الصفحه تحملت معايا. غادي نمشي، انا عندي الملف في الديسكتوب، غادي نتكير الديسكتوب وغادي نهبط هنا، غادي نقلب على الملف. ماشي هو هذا، لان كما قلت لكم الملف بصيغه sb3. غادي نطلع ولا نشوف ها هو. اذا كما كتشوفوا اكستريم كار ريس sb3. كما قلت لكم الملف ديال سكراتش ديما كيكون بصيغه sb3. تاكدوا ضروري من هاد الصيغه. ومن بعد كدير سابميت. نتسناو على ما يتم الرفع ديال الملف ديالنا. وهنا كما كتشوفوا صافي الملف ديالنا ترفع. غادي نمشيو غادي نتكيو على شيك 50 باش غادي نتاكدوا واش المشروع ديالنا
فيه جميع الشروط اللي طالبين الموقع ديال هارفارد. إذا هنا كما كتشوفوا جميع الشروط هنا متوفرة، من غير الشرط الأخير. ماشي مشكل إذا كان عندك واحد الشرط اللي ما متوفرش، المشكل هو أنه إذا كانوا عندك جوج ولا ثلاثة ديك الساعة ما غاديش تقبل المشروع ديالك، وغادي تكون مطالب بإعادة إرسال مشروع آخر. هنايا غادي نمشيو وغادي نرجعو هنا باش نتأكدو بلي راه المسائل كلها مضبوطة. غادي نتكيو على cs50.me/cs50x2026. هنايا غادي نتكيو على كليك هير، لان دابا مازال المره الاولى كيكون واحد المشكل، يعني كيكون مازال الحاسوب ما مولفش انك تدخل هذا الموقع، مازال ما عارفش الحسابات ديالك والى اخره. اذا هنا كتدخل معنا الصفحه هذه، ومن بعد كنمشيو CS50X 2026. غادي نتسنى واحد شويه بما تقوم بالتحميل ديالنا. قلت لكم ان الانترنت شويه ضعيفه. وهنا كما كتلاحظوا الويك زيرو، كلشي عندنا هنايا بالخضر، يعني راه المشروع ديالنا راه صحيح وكلشي هو هذاك كما كتلاحظوا هنايا. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم، وغادي نخلي لكم افكار ديال المشاريع باش تقوموا بالعمل عليها. الى اللقاء في فيديو قادم. كان معكم محمد من قناه انترفاس.